إسبانيا. أنا بعد إسبانيا ألمانيا وإيطاليا. إسبانيا تحت رحمة الطبيعة والفيضانات والمياه تغمر عدة مناطق وشوارع إسبانيا، وبتكون الأنظار على العاصمة مدريد، والإعلام بينقل الخبر والمشهد من مطار برشلونة ولحدث مؤسف. يعني بنشوف مطار برشلونة بحدث مؤسف، وقد يطال هذا الحدث قطاع المترو في إسبانيا من جراء كارثة طبيعية. السويد، عنوان الحدث هو وحش السويد، وهذا الاسم سوف نسمعه يتكرر كثيرا خلال المرحلة القادمة، وبيكون لقب وحش السويد مرتبط بقضية خطف الأطفال أو اختفاء بعض الأشخاص بهدف متاجرة بهم عن طريق شبكة إجرامية واسعة تطال السويد وغير السويد، وهي تتاجر بالأطفال والبشر وبالأعضاء البشرية بشكل لم نراه أو نسمع عنه من قبل. وأرى أنه الأنظار والإعلام على ألمانيا بسبب حصول بعض الأحداث المتسارعة مما سيجعل ألمانيا في حالة تأهب واستعداد داخليا وخارجيا، وكأن الحرب أصبحت على الأبواب الألمانية. ألمانيا تشدد في إجراءات منع لجوء المزيد من المهاجرين إلى أراضيها وبشكل صادم. المغاربة والجالية المغربية في كل مكان، سلام الله عليكم وتحية طيبة للجميع. كما سمعتوا هذه التوقعات ديال ليلى عبد اللطيف لسنة 2023 في دول السويد وإسبانيا وألمانيا. أنتم سمعتوا شنو غادي يوقع في السويد، إسبانيا وفي ألمانيا. لا يعلم الغيب إلا الله، وكذب المنجمون ولو صدقوا. غير هو السؤال المطروح، يعني هاد الناس من كيجيبوا هاد المعلومات؟ كذلك داك السيد الهولندي اللي خرج كذلك كيتوقع هاد الزلزال ديال تركيا وسوريا اللي لحد يعني في هاد الوقت هذا يعني وصلت الضحايا ديال الزلزال ديال سوريا وتركيا يعني الأكثر من 12,000 ضحية وأكثر من 50,000 جريح، والعدد يعني قابل للارتفاع، لأن غنخليكم مع الفيديوهات هنا. كذلك 24 هزة أرضية خلال 24 ساعة الأخيرة، يعني الأرض تهتز في مختلف بقاع العالم، وتحذيرات من تسونامي. وآخر هزة كانت يعني في العاصمة أو في الشقيقة الجزائر يعني مساء اليوم، هزة بقوة 3.3 يعني درجة، يعني ضربات ولاية البويرة شرق العاصمة الجزائرية. وكما قلت لكم يعني التريموتو ان تركيا y Siria يعني última hora en directo los muertos يعني فاتوا سوبران los 12,000 muertos وأكثر من 54,000 مصاب. تعازينا الحارة للشعب السوري والتركي. وكما قلت لكم يعني خرج داك السيد الهولندي يعني بهاد التوقعات، وخرجت هاد السيدة يعني التوقعات ديالها كلها صحيحة. هاد السيدة ما كتعلمش الغيب بورسوبويستو، ولكن التوقعات ديالها كلها يعني صحيحة. من أنا رأيي الشخصي ديال بزاف ديال الناس يعني كاين شي حاجة من مور هاد الناس. وهنا كذلك يعني باش تعرف باللي هاد الناس يعني هنا كما كتشوفوا السفارة الأمريكية في تركيا تحذر المواطنين من احتمال وقوع هجمات إرهابية في إسطنبول، يعني شي حاجة غادي توقع في إسطنبول. ولكن هاد الشيء عنده يعني علاقة بهذا الزلزال. المهم خليكم مع التوقعات ديال هاد السيدة، ونكملوا أخوتي مع الفيديوهات ونشوفوا يعني هاد 24 هزة أرضية يعني فين وقعت، يعني في الدول 24 دولة. غادي من بعد غادي نشوفوا الدول اللي كانت فيهم هذه الهزات الارضيه، بعدا نكملوا هذه السيده شنو كتقول ونكملوا. مدينة ستوكهولم بتكون حديث الناس والإعلام بسبب حدوث موجة حرائق غير مسبوقة أو بسبب حدث مؤسف. صرخة المقيمين الأجانب بالسويد للمرة الثانية والثالثة، وخاصة من الطوائف الإسلامية، سترتفع وتنتفض وتؤدي إلى احتجاجات في الشارع السويدي بسبب قضية انتزاع الأطفال من أهاليهم ومن أحضان أمهاتهم ووضعهم تحت رعاية عائلات أخرى وغريبة، بالرغم من رفض أهالي الأطفال لهذه الإجراءات القاسية التي تؤدي إلى تفريق العائلات عن بعضهم البعض بالقوة. يعني ستكشف السويد عن قضية تجسس خطيرة
وإلقاء بعض القبض على هؤلاء الجواسيس خلال العام 2023، مما سيؤدي إلى حصول أزمة دبلوماسية خطيرة بين السويد وبين هذه الدولة الأوروبية التي ينتمي إليها هؤلاء الجواسيس. اسبانيا أنا بعد كما سمعتوا هذه التوقعات ديال هذه السيدة ليلى عبد اللطيف، اللي بطبيعة الحال لا يعلم الغيب إلا الله. يعني هاد الناس ما كيعلموش الغيب، ولكن هاد الناس يعني علاش ما كيتمش التحقيق معاهم، خصوصا يعني ملي كيصيبوا في هاد التوقعات ديالهم. واش عادي هادشي هذا خوتي؟ يعني علاش السلطات يعني ما كتقبضش على هاد الناس وتحقق معاهم، يعني منين كيجيبوا هاد المعلومات؟ المهم هنا غادي نشوفوا الدول اللي ضرب فيها الزلزال في آخر 24 ساعة الأخيرة. هنا تتواصل لليوم الثاني على التوالي الهزات الارتدادية في أنحاء العالم على خلفية زلزال مدمر الذي هز تركيا وسوريا مطلع الأسبوع الجاري، وسط مخاوف من تسونامي في الدول المجاورة للبحر، وفيما يلي آخر الهزات الأرضية التي ضربت العالم ومداها حسب هذا الموقع المختص برصد الزلزال. هنا هز بقوة 4.3 درجات جنوب غرب جوكسون تركيا، هز بقوة 3.4 بونتاكانا في الدومينيكان، وهنا هز بقوة 2.8 شرق أو شمال شرق باهالا هاواي على الساعة، أنا كيعطيو حتى الساعة ما كيهمش. هز بقوة 4.4 شمال غرب تركيا، هز بقوة 4.6 وسط تركيا، هز بقوة وصل في كاليفورنيا في جزر الكرويل، هز بقوة 4.3 غرب إيران، هز بقوة 2.9 في مونتانا، هز بقوة 4.3 بجنوب تركيا. هز يعني بزاف ديال، غادي نخليكم اخوتي هذا المقال لان بزاف هنا 24 هزة أرضية يعني خلال 24 ساعة الأخيرة. هنا هز منطقة البحر الميت، هز بوسط تركيا، هز بجزر سليمان، بكولومبيا، موريندو، بورتوريكو، جنوب شرق تالابوا بورتوريكو، كذلك شمال سواريز الأرجنتين، سان أنطونيو، شمال غرب يايلادغي بتركيا، إيكونوزو بتركيا، كذلك جمهورية الدومينيكان، هز بقوة بألاسكا، بالمكسيك، سان فرانسيسكو بتركيا، كذلك يعني بزاف في اليابان، في تركيا، في جنوب نورداجي، يعني بزاف ديال الهزات الأرضية. يعني هادشي هذا خوتي لا يبشر بالخير، وخصوصا هاد الناس اللي كيخرجوا يعني كيعطيو هاد التوقعات وكيصدقوا. وهاد السيده اللي قلت لكم راه بزاف ديال الحوايج اللي قالتهم وصدقوا. يعني احنا كنامنوا بالله سبحانه وتعالى، ولكن هاد الناس يعني السؤال اللي كنطرح وهو منين كيجيبوا هاد المعلومات؟ ما يمكنش هاد الناس يكونوا كيحلموا وكينوضوا يعني وكيعاودوا لنا هاد الشيء هذا. يعني اللي باغي نوصل وهو شي حاجه كينمر هاد الشيء. المهم اخوتي ما نطولش عليكم بزاف، وكما كتشوفوا معنا يعني الفيديوهات من زلزال تركيا، يعني فيديوهات ومقاطع جد مؤثرة الصراحة. اللهم اغفر لهم وارحمهم واسكنهم فسيح جناتك مع الطيبين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. تصلوا في راسكم، ليلة سعيدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.